كلنا بنخاف من حاجات كتير. ممكن نكون بنخاف من الكلاب أو من القطط أو من الصراصير، وده هو الخوف الطبيعي. لكن في ناس عندها إحساس أكبر بالخوف، وده اللي بنسميه الفوبيا. والفوبيا هو خوف مستمر وغير منطقي، سواء من شخص أو من موقف أو من شيء أو من حيوان. الفوبيا هو إحساس مستمر وأكبر من الخوف البسيط، وبالرغم من معرفة الشخص بعدم منطقية الخوف ده، إلا إن هو ما بيقدرش يسيطر على خوفه. والفوبيا ممكن تأثر بشكل خطير جدا على نوعية حياة الشخص المصاب بيها، وتعتبر الفوبيا اضطراب نفسي لازم يتعالج عن طريق طبيب متخصص. تظهر معظم أنواع الفوبيا يا إما في مرحلة الطفولة المبكرة أو في مرحلة المراهقة المتأخرة، لكن غالبا ما بتظهرش بعد سن ال30. وسبب الفوبيا يا إما تجربة قاسية عاشها الشخص ده، أو حدث مرعب اتعرض له، أو حد من الأهل عنده نوع من أنواع الفوبيا بينقله للطفل. وأعراض الفوبيا بتبقى عبارة عن ألم في الصدر أو عرق غزير أو ألم في الجسم على شكل إبر أو دبابيس، وإحساس بالاختناق والدوخة وسرعة في ضربات القلب. وفي أنواع من الفوبيا معروفة زي فوبيا الأماكن العالية أو فوبيا الأماكن المغلقة، لكن دي الأنواع المعروفة من الفوبيا. احنا النهاردة هنبتدي نتكلم عن الأنواع الغريبة جدا من الإلكتروفوبيا أو فوبيا الدجاج، وهو نوع نادر من الفوبيا وبيتميز بالخوف الشديد من الدجاج. وبالرغم من معرفة أشخاص المصابين بالفوبيا دي بعدم منطقية خوفهم، لأن هم ما بيقدروش يسيطروا على الخوف ده، وبيصابوا بأعراض الفوبيا بمجرد رؤيتهم للدجاج أو مجرد التفكير فيه. الأونوماتوفوبيا أو فوبيا الكلمات هو الخوف من كلمة معينة أو من اسم، والشخص بينتابه القلق والذعر بمجرد سماعه أو التفكير في اسم أو كلمة معينة، وممكن يصاب بحالة هلع شديد جدا وذعر بمجرد التفكير أو سماع الكلمة اللي هو بيخاف منها. بوجونوفوبيا أو فوبيا اللحية، وهو الخوف الشديد من اللحية. ممكن تشوف إن الخوف ده حاجة سخيفة، لكن بالنسبة للمصابين بالنوع ده من الفوبيا هو خوفهم بيبقى طبيعي ومنطقي. وده ممكن يأثر على الشخص لأن هو بيخاف يجتمع مع أشخاص عندهم لحية، وده ممكن يأثر عليه في العمل أو في المناسبات الاجتماعية. أريثموفوبيا أو فوبيا الأرقام. الخوف من الأرقام فيه نوعين. نوع الأول اللي هو الخوف من جميع الأرقام بشكل عام، والنوع التاني هو الخوف من أرقام محددة. وفوبيا الأرقام ممكن تأثر بشكل خطير على حياة الشخص، لأنه ده بيحد من قدرته على تعلم الرياضيات، وده بيأثر بعد كده على فرصه في التعلم أو العمل. أبلوتوفوبيا أو فوبيا الاستحمام هو الخوف من الاستحمام أو الاغتسال بشكل عام، وده نوع من أنواع الفوبيا المحددة اللي بيبقى فيها المخاوف غير عقلانية. والنوع ده من الفوبيا موجود أكتر عند النساء والأطفال أكتر منه عند الرجال. والنوع ده بيأثر على حياة الشخص لأنه بيأثر بشكل عام على نظافته الشخصية، وممكن يصاب بأمراض كتير، ده طبعا غير الريحة الكريهة. ترايبوفوبيا أو فوبيا الثقوب، وهو الخوف من الثقوب الدائرية الصغيرة المتساوية في الحجم، وخصوصا إذا كانت متقاربة وكتير، زي خلية النحل أو المصفى أو الصفاية اللي بتبقى موجودة في الحوض. توروفوبيا أو فوبيا الجبنة. الأشخاص المصابين بالنوع ده من الفوبيا بيشعروا بالخوف بمجرد سماعهم كلمة جبنة، وبيلجأوا لأن هم يهربوا بمجرد ما يشوفوا الجبنة. وفي منه ناس بيبقوا بيخافوا من الجبنة بشكل عام، كل أنواع الجبن، وفي ناس بيخافوا من أنواع محددة من الجبن. كلينوفوبيا أو فوبيا النوم. الأشخاص المصابين بالنوع ده من الفوبيا بيبقى عندهم خوف دايم من إن هم يستغرقوا في النوم، وبيسبب لهم حالة هلع دايمة وهم في السرير. وده غالبا بيبقى سببه إن هم بيشوفوا كوابيس بالليل أثناء النوم، أو بيبقوا خايفين إن هم يشوفوا كوابيس. أناتيدافوبيا. النوع ده من الفوبيا يعتبر من أظرف وأغرب الأنواع، لأن الشخص المصاب بالنوع دوت بيعتقد دايما إن في بط أو وزة بتراقبه طول الوقت، وده بيديله إحساس دايم إن هو متراقب، وده بيخليه ما بيبقاش عايز يخرج من البيت، وطبعا ده بيأثر على حياته الاجتماعية وبيأثر على شغله.
لو انتوا عندكم نوع من انواع الفوبيا يا ريت تكتبوا لنا ده في تعليقاتكم. سلام.